انا كنهضر بجمع. يعني الناس كاملين راه مقورين، راه ماشي انا بوحدي اللي كندوي، راه الناس كتهضر معاهم كيقول لك هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف الخضره وهادي ما طيشه بطاطا طاطا. يعني احنا راه بلد فلاحي، بلد ديال الصيد البحري. هاد الخيط تبارك الله موجود. كيفاش هاد الغلاء اللي مرتفع بغينا نفهموا علاش؟ خاص شي واحد اللي يهضر ويقول لنا اشنو واقع في هاد البلاد. يعني انت بشحال كنتي كتقدر انت الخضره، ودابا بشحال كتقدر؟ يعني ما اش بنقول لك، كانت واحد 150 درهم كتعمر لك الثلاجه. نهضروا واقعيين، 150 درهم كتمشي للسوق كتقدر كتعمر لك الثلاجه 200 درهم كاع سيدي. ولكن دابا وليتي كتشوف، كتمشي للسوق 100 درهم كتجيب فيها يعني ما كتجيب فيها والو. 100 درهم ديال الخضره ما اش تخرج لك، اش تعطيك. هذا هو الواقع، للاسف الواقع المر اللي كنعيشوه. يعني انت يعني كما كنقولوا انتم صحاب الليل، يعني تبارك الله كتكونوا كتربحوا الفلوس وداك الشيء، يعني ما غاديش تبان لكم نتوما هاد الازمه هادي. لا، كنهضروا حنا بصفه الجمع، ما كنهضرش على راسي انا بوحدي، ولا كنهضروا بصفه الجمع. يعني واحد طالب معاشو كيسوق الكريسه مسكين، اش بغا ياكل؟ واحد خدام بواحد الشهريه ديال 3000 درهم للشهر، اش بغا ياكل؟ واحد خدام حتى ب 4000 درهم. هادشي راه خلاو الفرنسيين سي تخو. وهاد الخضره هادي يعني حنا شفنا اصلا الخضره ماشي شي كاليتي مزيان. اش بنقول لك، هضرتي على الكاليتي. شوف، بقى فيك الحال. بزاف والله. الحاجه اللي كتضر خاصنا نقولها، بعيدا على الضحك وبعيدا على المزاح وبعيدا على سميتو، هادشي راه هذا هو الواقع ديالو. يعني هادشي راه ما يبغي الا الله ولا عبده. يعني بشحال خدام انت للشهر وكاري، ودابا كما كنقولوا حنا كنشوفوا هاد الغلاء الاسعار هادي، واش الفنان كيعاني دابا؟ في مدينه مراكش، انا نهضر على مدينه مراكش، هو كاين واحد العناء من طرف الموسيقيين ومن طرف سميتو. كاين واحد العناء. بحال واش هاد العام؟ بحال هاد العناء سيدي، اش بنقول لك؟ يعني المحلات في مراكش قلالو، وحتى السياحه شويه ولات نازله، ما بقاش داكشي اللي كنا كنخدمو بكري. يعني هادشي غادي في تدهور عاد. زيد تكمل عليك الغلاء. يعني انت دابا كاري، انا ابارتمون كاري ب 4500 درهم الشهر، ياك؟ ابار عندك واحد السير ديال لا فامي، ابار عاوتاني ديال الخروج ديال هادشي. يعني كتبقى صافي كتولي عندك واحد الميزانيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني انت كفنان شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي بنقول لك